السلام عليكم، كي دايرين؟ على خير؟ الامور مزيانه ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا للناس اللي هضروا في حقي مزيان في التعاليق، شكرا للناس. كاين بعض الناس اللي دخلوا سبوا دوك اللي كيكونوا منفصلين او انفصاليين كما قلت، اللي هما ما كيبغيو شيء، البلاد ديالهم ما كيبغيو شيء، بنات البلاد ديالهم. كاين اللي قال لك هذيك راها غير مطربه وهذاك مطرب. لا، انا ما كنهضرش بغض النظر ان هي مطربه وهو مطرب، لا كنهضر بغض النظر على ان احنا مغاربه او مغربيه وحنا مغاربه كندافعوا على البلاد ديالنا، كندافعوا على البلاد ديالنا، على البنات ديالنا، على وليداتنا، على الشرف ديالنا، على العرض ديالنا كما قلت. شكرا للبنات اللي جاو قالوا التعاليق، والدراري اللي قالوا التعاليق زوينه كانت في المستوى. وملي بحثت وشفت على ديك الناكره ديال هالة سرحان، وكما قلت لها انا كنذكرك وانا في بلادك، يعني ماشي مخبيه او راحنا بيناتنا القضاء، بيناتنا القانون. كاينين شي ناس قالوا تقدم اعتذار رسمي باش الا بغينا نسامحوا لها. انا عن نفسي اعتذارها غير مقبول لسبب انها احنا كل ما كطلع وحده كنقول تعتذر، صافي اعتذرات، صافي الله يسامح. حنا ما بقيناش شي غادي نسامحوا. كل ما كيطلع شي حد كيبغي يمسح فينا صباطو. حنا لازم يعرفوا بان بلاد مصر بلاد القوانين والمؤسسات حتى هي. المغرب بلاد القانون بلاد المؤسسات. يعني خاص اللي يتطاول على سيادة الدولة او يتطاول على شعب دولة لازم تتعاقب قانونا. هي يعني ملي جيت نشوف لقيت لا شخصية نكرة، ما معروفاش. السيدة الفاضلة سوزان مبارك كانت أصلا ترات عليها من مصر، جرات عليها من مصر. دابا غادي نوجه لها هي الكلام باللغة المصرية، وغنقول لها أيتها النكرة، انت مين؟ انت مين علشان تتكلمي بالطريقة دي؟ يعني السيد مرتضى منصور فضحك في فيديو، في لقاء كان عامله مؤتمر، وفضحك مع المخرجة المعروفة. ورحتوا تقضوا شهر العسل في لندن، أعوذ بالله منكم. يعني ده لا في الدين الإسلام ولا في أي ديانة ممكن يتخيلوا إيه اللي وقع بينكم. يعني كانت مخرجة معروفة. عرفنا بأن السيدة سوزان مبارك تم طرد هالة سرحان من مصر. يعني انتي أصلا في بلدك منبوذة علشان تطلعي تتكلمي عن أسيادك، تتكلمي عن بنات زينب النفزوية، عن بنات فاطمة الفهرية، يعني عن بلد أولادها أولاد وأحفاد يوسف المتشافين. يعني انت انا لم اسب ولم انقص من بلدك ولا من شعبك، لان شعب مصر شعب محترم، وبلد مصر بلد الكرم والضيافة، وبلد ادخلوها بسلام امنين. احنا متتبعين يعني الاخبارك، عرفنا ناس كتيرة يعني جابوا الداخليات بتاعتك، وانا هتابع وهبحث وازود. يعني ناس كتير بيطالبوا انها هي تطلع تعتذر. ناس في المغرب ومغاربة قالوا هالة سرحان تطلع تعتذر للشعب المغربي. هتطلع تقول ايه؟ انا اسفة اللي نقصت من الشعب او نقصت من الفنانة بسمة بوسيل او قلت او عدت. انا بالنسبة لي واحدة من الشعب المغربي اعتذارك غير مقبول، رغم ان هناك مصالح بين شعب المغرب وشعب مصر، وأخوة وترابط وحب بين شعب المغرب وشعب مصر. احنا بنحب شعب مصر وشعب مصر بيحبوا شعب المغرب، سواء ان الاختلافات في القرى في حاجات معينة تانية، بس اختلافات مش في العرق وفي الدين. احنا مسلمين، احنا بنحب بعض. لكن انتي تطاولتي عن أسيادك وعن أحفاد أسيادك، وتطاولتي عن بلد كلها زي ما قلت أشراف. المعلومة اللي جاتني إن هي كانت مطرودة من مصر، وعندها مشاكل كتيرة قوي 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 في مصر.
فهالة سرحان بسبب سنها كبرت، ما بقتش لاقيه نفسها يعني ظاهره زي ما كانت. قالت اعمل ايه؟ اعمل ترند واطلع عن ظهر الفنانه الجميله المغربيه بسمة بوسيل. فهي حاولت تطلع فوقعت على ظهرها فاتكسر. فطبعا واحده زي دي ما نكون لهاش اي اعتبار. واحده زي دي انا لو حد طلع قال لي اعتذري علشان انت نقصتي منها في فيديوهاتك، لا مش هعتذر، لان كفايه الرد اللي ردته بسمة بوسيل عليكي في لقاءاتها. يعني هي عرفت تجيب حقها، بس احنا عايزين الحق القانوني من الاعلاميه النكره. بيقولوا الدكتوره. انا ملاحظه ان الدكتوره دي عندكم يعني هنا في مصر بتتقال لاي حد. لو واحد معاه ابتدائي بيتقال عليه دكتور، لو سواق بيتقال عليه الدكتور الفلاني، يا دكتور يعني، يا فلان، يا باش مهندس، يا كذا يا كذا. يعني الدكتوره في ايه؟ دكتوره في الاعلام؟ ماشي. ليه الاعلام بتاعها ده معلمهاش الادب؟ اسلوب حضاري تعرف تتكلم بيه، ما تعرفش تنقص من دولة. الاعلام يعتبر رسالة بين الدول، رسالة سامية بين الدول. الاعلام يكون حاجة، عفوا، الاعلام يكون حاجة رسالة او حاجة توصل بين الشعوب. مش الاعلام انك تطلع تتطاول على اسيادك. انا صعبان عليا ان احنا اي حد يجي يتكلم عن المغرب. كان قبل كده سمعت بسمة وهبة، سمعت يوسف شعبان، سمعت كان واحدة تانية نكرة برضو، بس دي كنا عملنا بيها محضر للنائب العام وتم طردها من قناة القاهرة وراحت قناة تانية واشتغلت، بس جرت سوس على بقها ما قدرتش تتكلم واعتذرت. بسمة وهبة اعتذرت. هالة سرحان عشان تقول من أرض الشعوب لازم اعتذارها ده يبقى مرة واثنين وعشرة وألف، ويا ترى لو يتقبل من الأحرار المغاربة. تربية مفيش، زي ما قلت لكم دي واحدة كانت مطرودة من مصر من طرف السيدة الفاضلة أم المصريين اللي هي سوزان مبارك. سمعت ان طردتها بسبب مشاكل كتيرة قوي. السيد مرتضى منصور اتكلم قال ما فيه الخمر في فيديو، انا هبقى انزله ان شاء الله مع الفيديو ده عشان تسمعوا مرتضى منصور قال عليها وهلا سرحان الهانم اللي هربت من مصر لما جابت بنات محترمات وادتهم فلوس عشان الحاجه، يعني محتاجين ال 100 جنيه عشان يطلعوا عندها في البرنامج، بيقولوا ان بنات مصر بتطلع بعاره. بعاره يا هاله اللي متجوزه الناس البريدي. عيب عيب عيب، احترمي نفسك، لان اقسم بالله هفضحك. اشوفوا فضحتك انت وهي في باريس عشان تقولوا ده عيب. ده شعب مصر لابسه لي افرول ايه اللي انت ده؟ انت طالعه من بلد هربانه. ان شاء الله كل واحد او كل ساق سيسقى بما سقى، وهي حتى لو اعتذرت مش هننسى لها الاهانه دي. اي شخص مصري او من اي دوله شتم المغرب وملك المغرب واولاد المغرب وبنات المغرب احنا ما بننساش. زي القراغله لما شتموا المغرب وملك المغرب، البعض منهم بيقولك دول انفصاليين بعيد عننا، بس احنا في ناس معينة بيحب المغرب وملك المغرب وشعب المغرب. اي حد يتطاول على اسياده لازم يتحط تحت الرجل. ودايما في كل فيديوهاتي بقول اللي يحترمنا هنحترمه واللي ما يحترمناش تحت رجلينا. بسمة بوسيل فنانة جميلة قديرة، لها كل الحب وكل احترام. هالة سرحان قذرة، مش متربية، وانا هواجهك وهفضل اواجهك وافضل اتكلم عليكي
لغاية ما اشوف هتوصلي لفين. لو طلعتي اعتذرتي فاعتذارك مش مقبول، حتى لو اتكتب عريضة للنائب العام علشان تطلع تعتذر، يا ترى هيتقبل ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الفيديوهات الجاية. بموت عليكم.